السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايبه بوري هوريهولكم، وعشان انا هعمله فسيخ وهوريكم خطوه خطوه انا هعمله ازاي. بصوا يا حبايبي، ده البوري اهو، هعمله فسيخ. انا جايباه طازه، بصوا طازه. ثواني بس كده، بصوا كده يبقى طازه. انا ما ينفعش املحه وهو طازه، هسيبه مثلا في فرن البوتاجاز. احنا الساعه 12 دلوقتي الظهر، هقوم مملحاه على الساعه 1 بالليل. هعمل الخطوات كلها معاكم دلوقتي. هعمله في شنطه، هسيبه ينشف خالص من الميه اللي فيه، وهحطه في شنطه واحطه في فرن البوتاجاز. فرن البوتاجاز طبعا مطفي، وبالليل هملحه معاكم. انا ربطته في شنطه اهو، وهحطه في فرن البوتاجاز. ليه حاطه في فرن البوتاجاز؟ مكان مقفول فالسمكه تجيب بسرعه، وبعد كده هملحها معاكم. كل الخطوات هعملها معاكم. بصوا يا حبايبي، انا كده تاني يوم الصبح. انا كان بقيت الفسيخ ليله، كنت بقول لكم اقعدوا بالليل لكن لقيته لسه طري. اغسله كويس قوي، لازم بميه دافيه، لازم. شايفين الدم عمال ينزل ازاي؟ ولازم اشخشخه، لازم اللحم يفصل عن العظم كده. وجنب فوطه بحط عليها، شايفين ازاي؟ لازم اغسله كويس جدا، اي دم فيه لازم يطلع. واقوم مشخشخاه برضه، بس خلي بالي لا البطن تتفجر جوه الفسيخ. لازم ميه دافيه، لازم. هوريكم برضو وانا حاطاه على الفوطه. بصوا انا كده غسلته كويس، لازم اسيبه بقى يتصفى وينزل دمه برضو. وهنا مجهزه ملح وكركم بس، وهعمله برضو معاكم بس ما ينشف خالص، واظبط وتنزل الميه واظبطه، وهرجع اوريهولكم. بصوا يا حبايبي، انا سبت الفسيخ لما نشف خالص، برضو هفضل اعمل فيه كده. وهقوم جايبه كيسه، شنطه كبيره، او لو علبه كبيره بس لو كميه فسيخ كتير، وهقوم رشه فيها ملح كده. وهقوم جايه جايبه الفسيخه كده، ولازم املى الخرشوم مش عارفه الخراشيم كده. ولو ملح خشن عن كده يبقى احسن بكتير. هو ده ملح خشن بس مش او تبقى منظرها كده. هعمل واحده كمان، هعمل تاني واحده معاكم اهو، وهوريكم ايه في الاخر منظر. بصوا لازم امليها كده ملح، واقوم لفه كده. هوريكم في الاخر منظر. بصوا يا حبايبي، انا كده خلصت الفسيخ. شايفين؟ لازم اعمل واحده خلف خلاف، ما ارسمش جنب بعض. وفي ناس بتقعدوا 15 يوم، انا طبعا ما بقعدوش 15 يوم. النهارده مثلا الاثنين، النهارده الثلاث، هفتح عليه يوم السبت، ناكله يوم السبت عادي. وهبقى اوريهولكم برده وانا فاتحاه وما فيهوش اي حاجه ومستوي. في ناس بتقعدوا 15 يوم، ال15 يوم دول لو كميه كبيره مثلا زي المحلات، لكن احنا نفتحه عادي بعد 3 4 ايام ويتاكل. وهفتحه معاكم وهوريهولكم. بصوا يا حبايبي، انا هربط الفسيخ واحطه في كيس تلاجة، مش كيس ولا 2، هحطه في كام كيس وهوريكم وانا ربطاه. بصوا يا حبايبي، انا كده ربطته في كام كيس، ولسه برضه هحطه في كيس تاني، وهربط عليه حلو واحطه في فرن البوتاجاز. اما اجي افتح عليه هبقى اوريهولكم في فيديو تاني باذن الله. ما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو. مع السلامه.